تخيل كده إن في جنية رمز للحب والحماية، بس فجأة تتحول لأقوى ساحرة وأخطر عدوة للبشر. الفيلم ده بجد من أحلى الأفلام الخيال اللي ممكن تشوفها، ميكس كده مشاعر وحروب وسحر بجد رهيب يخليك تدمن الفيلم. أنا نفسي عايزة أقولك إني اتفرجت على الفيلم ده 7000 مرة من جمدانه. بس قبل ما نبدأ الفيلم اعمل لنا لايك حلو زي كده ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ مع جنية جميلة اسمها ميليفيسنت، عايشة في مملكة الجنيات، مملكة مورز. المملكة دي بيسكنها الأقزام وكائنات لطيفة قوي، وكمان عايشين فيها السحرة. المملكة دي مفيش حاكم بيحكمها، وده بسبب إنها مملكة فيها سلام وكلهم بيثقوا في بعض. وسط العالم ده كانت ميليفيسنت واحدة من أقوى وأطيب الجنيات، وكانت مسؤولة عن حماية الأرض دي، وكل الكائنات اللي فيها كانت هي اللي بتحميهم. كانت بتطير وبتساعد وبتعالج الطبيعة نفسها لو اتأذت، وكأنها روح المكان نفسه. وجنب مملكة الجنيات في مملكة البشر، بيعيش فيها البشر وبيحكمهم ملك متكبر ومعندوش ضمير. وكل البشر اللي في المملكة بتاعته بيغيروا وبيحقدوا على السلام وجمال مملكة الجنيات. وبيظهر ان ماليفيسنت رغم ان سنها صغير جدا بس قوية جدا جدا، وعندها قوة سحرية كبيرة بس بتستخدمها في مساعدة اللي حواليها. وبيكون واضح جدا ان ماليفيسنت محبوبة من كل اللي موجودين في المملكة، وان هي جنية لطيفة وطيبة. واثناء ما ماليفيسنت بتتمشى في المملكة بتتفاجئ بان حراس المملكة ماسكين بشري حرامي، وبيكون داخل يسرق منهم المجوهرات او اي حاجة قيمة عندهم. في اللحظة دي بتتدخل ميليفيسنت علشان تحل المشكلة دي، ولما بتشوف الحرامي بتتصدم لما بتلاقيه ولد صغير، وبنعرف ان اسمه ستيفن. فبتطلب منه انه يرجع الجوهرة اللي سرقها علشان الحرس ما يأذوهوش. فبيضطر ستيفن فعلا انه يرجع الجوهرة دي، وبعدها بتاخده ميليفيسنت وبتبعده عن الحرس وبتحل المشكلة. وهم بيتمشوا مع بعض في الغابة بيفضلوا يتكلموا مع بعض، وبتعرف ميليفيسنت ان هو ولد يتيم فقير ذليل وبيشتغل فلاح في مملكة البشر، وبيعيش حياة صعبة جدا. فبيصعب عليها قوي ستيفن لما بتسمع قصته وحكايته. وفي الوقت ده بتفضل تتمشى معاه لحد ما بتوصل لمملكة البشر. وقبل ما ستيفن بيدخل المملكة بيسلم على ميليفيسنت، لكن المفاجأة هنا انه بيحصل حرق صغير في ايديها، وده لان ستيفن بيكون لابس خاتم حديد في ايديه. وهنا بنعرف ان الحديد ده بيحرق الجنيات، وبنعرف كمان ان نقطة ضعف الجنيات هي الحديد. بس اول ما ستيفن بيعرف كده بيتأسف على طول لماليفيسنت وبيقلع الخاتم من ايده وبيرميه. ولما ستيفن بيعمل الحركة دي بتبدأ ماليفيسنت انها تعجب بيه وبتقع في حبه على طول. وبتعدي الايام وبيرجع ستيفن للمملكة من تاني، لكن المرة دي ما بيكونش جاي يسرق حاجة زي المرة اللي فاتت، لا، ده جاي يقابل ماليفيسنت لان هو كمان وسبحان الله بيكون واقع في حبها. وهنا هما الاتنين بيقضوا وقت طويل جدا مع بعض وبيستمتعوا جدا بوقتهم. وبتعدي سنين ورا سنين وميليفيسنت وستيفن بيكونوا كبروا خلاص وبقى عندهم 16 سنة، وحبهم لبعض طبعا كبر معاهم. ومع الوقت يوم عيد ميلاد ميليفيسنت بيقرب منها ستيفن وبيعترف لها بحبه، وهي كمان بتعترف له ان هي بتحبه. وتعدي كمان سنين وهما الاتنين بيكبروا اكتر، وميليفيسنت بتبقى هي اللي بتحمي مملكة الجنيات بسبب طبعا قوتها الكبيرة وسحرها. بس ستيفن في الوقت ده بعد عنها، ما بقاش يجيلها زي الاول، وما كانتش بتسمع عنه اي اخبار. وبسبب اهمال ستيفن ليها كانت حاسه بوحده كبيره جدا، وكانت بتمر بفتره صعبه جدا. ورغم كده كانت بتحاول تتعايش مع الوضع ده وتركز اكتر على مملكتها وتحميها من اي خطر. وبنعرف في الوقت ده ان ستيفن ما جاش يزور ماليفيسنت لانه كان مركز على مهمه معينه، وهي انه يبقى ملك مملكه البشر. في الوقت ده ماليفيسنت بتقرر انها تزور ستيفن في مملكه البشر. وفي نفس الوقت بنشوف ان الملك هنري بيجهز جيش قوي جدا علشان يحتل مملكة الجنيات، لما بيعرف من ستيفن الخاين ان مملكة الجنيات مليانة ثروات وجنيات قوية جدا. في الوقت ده ماليفيسنت وهي كانت رايحة مملكة البشر بتشوف جيش الملك هنري وهو بيقرب ومعاه الجيش بتاعه، ومعنى كده ان في غدر جاي عليها لانها بتشوف الجيش ده بيقرب ناحية المملكة. وبنعرف هنا ان الجيش ده رايح يخلص على كل الموجودين فيها. بس بمجرد ما الملك هنري وجيشه بيوصلوا لهناك ماليفيسنت بتبقى مستنياه ومعاها جيش قوي جدا من المخلوقات السحرية علشان يواجهوهم، وبتطلب من الملك هنري بكل ذوق وأدب واحترام إنه يمشي. بس طبعا هو بيرفض. وفعلا بتبدأ المعركة بين الطرفين، وماليفيسنت وجيشها السحري قدروا إنهم يسيطروا على المعركة دي. وفي وسط المعركة هجمت ماليفيسنت على الملك وعملت له إصابات كبيرة جدا، وعلشان كده اضطر الملك إنه ينسحب من المعركة دي بعد ما حس إنه خلاص هيموت. وبيرجع تاني فعلا لمملكة البشر، وبيرجع معاه كل اللي اتبقى من جيشه. ولما رجع الملك للمملكة بتاعته كان متضايق جدا بسبب اللي ماليفيسنت عملته فيه،
وكان عاوز ينتقم منها أشد انتقام وبأي شكل من الأشكال. وعشان كده الملك جمع كل الوزراء بتوعه وكل اللي شغالين عنده علشان يبلغهم بخبر مهم جدا، وهو اللي هينتقم ويقتل ماليفيسنت هيتجوز بنته وهيحكم المملكة دي بعد ما هو يموت. وساعتها كل الموجودين اتصدموا بالكلام اللي هو قاله ده، ومن ضمنهم طبعا ستيفن اللي بيكون شغال حارس من حراس الملك. اول ما ستيفن سمع الكلام ده خاف على حبيبته ماليفيسنت وقرر انه يروح علشان يحذرها. وفعلا راح ستيفن لماليفيسنت وقال لها على قرار الملك وطلب منها انها تاخد حذرها كويس جدا، لكن هي كانت زعلانه منه على اهماله ليها وفضلت تعاتبه وتقول له ما بتسالش ومش عارف ايه. فاعتذر لها على طول ستيفن عن غيابه، وهي على طول سامحته عشان طبعا هي بتحبه جدا. وقعدوا بعد كده يتكلموا شويه مع بعض، لكن وهم قاعدين بيتكلموا بيديها ستيفن مشروب، ولما بتشرب ماليفيسنت المشروب ده بيغمى عليها في نفس اللحظه. وهنا بنكتشف ان ستيفن ما كانش جاي يحذرها ولا حاجه، ده كان جاي عشان يقتلها، عشان طبعا زي ما قلت لك من شويه انه بيصارع على الحكم وعايز يبقى الملك. ولما اغمى عليها ستيفن فعلا حاول انه يقتلها، بس ما قدرش انه يقتلها لانه حنين جدا، لكن جت في دماغه فكره كلها طيبه وحنيه، وهي انه يقطع اجنحه ماليفيسنت تماما ويديها للملك، وكانه قدر فعلا انه يقتلها. وفعلا قطع اجنحتها، وبيروح ستيفن للملك وهو معاه اجنحه ماليفيسنت وبيقدم الأجنحة دي للملك وبيقول له إن هو انتقم له من الجنية وخلص عليها خلاص. فأول ما الملك بيشوف أجنحة ماليفيسنت بيفرح جدا وبيقول ستيفن هو اللي هيكون الوريث بتاعي وهيبقى الملك من بعدي. وفي نفس الوقت ده بتصحى ماليفيسنت وبتعرف إن أجنحتها اتقطعت منها وبتبدأ تستوعب اللي حصل ده، ولما بتفهم اللي حصل بتتصدم جدا من خيانة ستيفن ليها وبتفضل تصرخ وتعيط بشكل هستيري. ولما بتهدى ماليفيسنت من الحالة اللي هي كانت فيها بتبدأ إنها تتغير تماما، والجنية الطيبة بتتحول لجنية شريرة، وبتقرر إن هي مش هتثق في أي حد تاني من النهاردة ومش هتدي الأمان لأي حد مهما كان. وهنا بتاخد قرار إن هي هتنتقم من ستيفن وتندمه على اللي عمله فيها، لكن المشكلة اللي بتواجهها إن هي ما بقتش قادرة تطير وتتحرك من مكان للتاني زي الأول بعد طبعا ما أجنحتها اتقطعت. وعشان كده بتقرر تشغل معاها كائن بيقدر إنه يطير علشان نساعدها في الانتقام من ستيفن، وبتجيبه غراب اسمه دياجو وبتحوله لإنسان وبتديله مهمة، والمهمة هي إنه يجيب أخبار مملكة البشر أول بأول. وبكده تكون ماليفيسنت أخدت أول خطوة في رحلة انتقامها من البشر. بتعدي الأيام وبيموت الملك، وبعد موته بيتجوز ستيفن من بنت الملك وبيبقى ستيفن رسمي هو ملك مملكة البشر. وبيكون الغراب دياجو بيشوف تتويج ستيفن وبيروح ينقل الخبر على طول لماليفيسنت. طبعا لما بتسمع الخبر ده بتزعل اكتر واكتر وبتحقد عليه اكتر واكتر، وهنا بتفهم ان ستيفن عمل كده فيها علشان يبقى الملك. ومع زيادة حزنها بيزيد جواها رغبة الانتقام من ستيفن، وبتبقى حاقدة وشريرة جدا اكتر من الاول، لدرجة ان المخلوقات السحرية اللي في المملكة بتاعتها اللي كانوا بيحبوها بقوا يخافوا منها. تعدي الشهور وبنشوف دياجو وهو جاي يبلغ ماليفيسنت بخبر مهم جدا، وهو ان الملكة مرات ستيفن خلفت النهاردة طفلة جميلة جدا واسمها أورورا، وان مملكة البشر كلها بتحتفل بالمولودة الجديدة دي للملك، وان الملك عامل حفلة كبيرة جدا عشان بنته. في الوقت ده بتقرر ماليفيسنت تروح تبارك لستيفن وتشوف المولودة الجديدة، وطبعا مش حنية ولا طيبة منها، لا ده رسم خطة انتقام. فعلا ماليفيسنت بتدخل الحفلة اللي ستيفن عاملها لبنته، ولما بيشوفها بيتفاجئ وبيتصدم وبتسلم على ستيفن وعلى كل الموجودين، وبتقول لستيفن بسخرية ان هي زعلانة جدا منه علشان ما عزمهاش على الحفلة دي. فستيفن هنا بيحرجها وبيقول لها ان هي مش مرحب بيها في الحفلة ولا اصلا مرحب بيها في مملكة البشر كلها. فهنا بترد عليه ماليفيسنت وبتقول له ان هي جاية ونيتها سليمة جدا وعايزة تدي هدية للمولودة الجميلة دي زي باقي الحضور. وفعلا ماليفيسنت بتروح عند أورورا، وأول ما بتشوفها بتبدأ إنها تلقي عليها لعنة، وبتقول إن أورورا هتعيش حياة جميلة ولطيفة جدا لحد ما تتم 16 سنة بس، وفي يوم عيد ميلادها 16 هتنام نوم أبدي ومش هتصحى منه أبدا. في الوقت ده بينهار ستيفن وبترجى ماليفيسنت قدام كل الحضور إن هي متأذيش بنته، فبتقول ماليفيسنت إنه يترجاها مرة تانية وساعتها ممكن تفكر تشيل التعويذة دي أو تغيرها. وفعلا ستيفن بيترجاها للمرة التانية، وساعتها بتغير فعلا ماليفيسنت اللعنة اللي هي ألقتها على بنته، وبتقول
ان اورورا ممكن تصحى من النوم الابدي في حاله واحده بس، وهي انها لو اخدت قبله الحب الحقيقيه. وده لان ماليفيسنت بعد اللي ستيفن عمله فيها بقت عندها يقين ان مفيش حاجه اسمها حب حقيقي اصلا، وان هو لما كان اعترف لها بحبه كان بيخدعها، وعلشان كده قررت تنتقم منه ويحس باللي عمله فيها. بعد ما ماليفيسنت بتخلص بتمشي من القصر الملكي وهي فرحانه جدا بتحقيق انتقامها، ولما بتمشي بيكون ستيفن خايف جدا على بنته، فبيوديها ل3 جنيات علشان يربوها في مكان سري بعيد عن ماليفيسنت، وعلى امل ان الجنيات دول يعرفوا يوقفوا اللعنه دي قبل ما اورورا تتم 16 سنه، ويكون كمان ستيفن خلص على ماليفيسنت. وهنا فعلا ستيفن قرر انه يخلص عليها وبعت ليها جيش عشان يحاربوها ويقضوا عليها، لكن ماليفيسنت عملت جدار سحري من الاشجار علشان يمنع اي شخص انه يدخل مملكتها. وفي نفس الوقت ده بيكون ال3 جنيات اخدوا اورورا لكوخ سري في مكان بعيد، والجنيات ال3 دول بيتحولوا لستات كبار علشان يقدروا يربوا اورورا كويس جدا وبشكل طبيعي، مفيش سحر مفيش ملوك، الناس طبيعيه وبس. ورغم انهم في مكان بعيد وسري، بس المفاجاه ان الغراب دياجو اكتشف المكان ده وعرف هما هربوا فين بالظبط، لانه كان بيطير وراهم من غير ما ياخدوا بالهم. وطبعا بيروح دياجو يقول لماليفيسنت على مكان الجنيات، فبتقرر ماليفيسنت ان هي تروح لاورورا وتشوفها، واول فعلا ما بتشوفها بتفضل تضحك عليها وتقول دي طفله شكلها وحش قوي. وفي الوقت ده ماليفيسنت بتحاول انها تخوف او ترعب اورورا، بس اورورا بتضحك ضحكه بريئه كده، فعلى طول ماليفيسنت بتضعف اول لما بتبص لضحكتها، وعلى طول بتاخد نفسها وتمشي لما بتحس انها بيتاثر عليها من الطفله البريئه دي. بنروح لتاني يوم وبيكون دياجو بيراقب الطفله والجنيات من بعيد بامر من ماليفيسنت، وبيلاحظ ان الجنيات مش عارفين يتعاملوا مع اورورا نهائي ولا حتى بيهتموا بيها، وكمان مش عارفين ياكلوها. ولما ماليفيسنت بتعرف كده بتأمر على طول دياجو يهتم بالطفله دي ويرعاها علشان ما تموتش قبل ما تتم 16 سنه. بيجي بالليل والجنات بيروحوا في النوم، وفي الوقت ده بيروح دياجو يهتم بالطفله وبيعتني بيها. وفي نفس الوقت ده بيكون جيش ستيفن بيحاول يدمر الجدار السحري علشان يدخل المملكه ويقتلوا ماليفيسنت، بس الجدار السحري ده بيتحرك من مكانه وبيحاربهم، وفعلا بيقدر انه يهزمهم. ولما بيرجع قائد الجيش لستيفن بيعرف انهم مش قادرين يدخلوا المملكه دي، وبيتعصب جدا ستيفن عليهم وبيضرب قائد الجيش، وما بيكونش عارف ازاي هيقدر يقضي على ماليفيسنت. وهنا ستيفن بيفتكر حاجة مهمة جدا، نقطة ضعف الجنيات، وهي الحديد، وبيفتكر لما ماليفيسنت اتحرقت من الحديد لما سلم عليها بايديه. وفي الوقت ده بيأمر الرجاله بتوعه انهم يجيبوا كل الحديد اللي موجود في المملكه كلها. وعلى الناحيه التانيه بنشوف اورورا كبرت شويه، وبيكون واضح ان الجنيات مش مهتمين بيها خالص، واثناء ما اورورا بتلعب وبتحاول تمسك فراشه طايره ومن غير ما تاخد بالها كانت هتقع من فوق جبل، لكن ماليفيسنت على طول بتستخدم سحرها وبتنقذ اورورا، وبيبان ان في جزء من ماليفيسنت لسه طيب. وبتمر سنه ورا سنه وبتكبر اورورا اكتر، وماليفيسنت لسه بتراقبها لحد ما كبرت، وطبعا من بعيد من غير ما اورورا تاخد بالها. وفي يوم بتقرب اورورا من الجدار السحري وبتكون عايزه تعرف ايه العالم اللي وراه ده، فبتستخدم في الوقت ده ماليفيسنت سحرها وبتخلي اورورا تفقد وعيها للحظات، وبعدها بتاخدها وبتدخل بيها للمملكة السحرية وبتخليها تفوق وهي جوه المملكة، وبتفضل تراقبها من بعيد كالعادة. بتفوق أورورا وبتشوف المخلوقات السحرية اللي موجودة حواليها والمكان الخيالي اللي هي دخلت فيه، وفي الوقت ده بتنبهر جدا من اللي هي شايفاه، وفجأة بتبص لماليفيسنت وبتقول لها إنها عارفة إنها بتراقبها وبتطلب منها إنها تظهر لها دلوقتي. وفعلا ماليفيسنت بتظهر قدامها لأول مرة، وبتتفاجئ إن أورورا مش خايفة منها خالص، بالعكس بتكون فرحانة جدا بيها. وفي الوقت ده أورورا بتسمي ماليفيسنت الجنية الطيبة، وده بيأثر جدا فيها وبيخليها تتعلق بأورورا أكتر وأكتر، وبتبدأ العلاقة بينهم تكبر يوم بعد يوم، وبيبقوا قريبين جدا من بعض وبيخرجوا وبيلعبوا سوا وبيعيشوا لحظات حلوة جدا. وبتبدأ ماليفيسنت تحب أورورا حب حقيقي وكأنها بنتها. وفي يوم وهي نايمة ماليفيسنت بتدخل عندها وبتحاول انها تفك اللعنة، بس للأسف بتفشل لأن اللعنة قوية جدا، وماليفيسنت عملت اللعنة دي لما كانت متضايقة جدا وجواها حقد كبير. تاني يوم بنشوف أورورا وهي ماشية في الغابة وبتقابل الأمير فيليب، وفي الوقت ده الأمير بيسألها عن طريق القصر، بس في اللحظة دي بيحصل بينهم انجذاب سريع جدا من أول لقاء، وماليفيسنت كانت بتراقب الموضوع ده من بعيد. ولما شافت اللي حصل دياجو قال لها ان لو أورورا حبت فيليب فعلا اللعنة دي ممكن تتفك، بس طبعا ماليفيسنت بترفض الفكرة تماما وقالت ان مفيش حاجة اسمها حب حقيقي، وده لانها اتخانت قبل كده من ستيفن. ومع مرور الوقت بيقرب يوم عيد ميلاد أورورا ال16، وماليفيسنت بتكون قلقانة جدا عليها وبتحاول انها تحذرها من العالم والبشر، بس أورورا بتقول لها انها خلاص كبرت وهتعرف تحمي نفسها. وفي الوقت ده
أورورا بتقرر إنها تروح تعيش في المملكة السحرية مع ماليفيسنت، لكن قبل ما ده بيحصل أورورا بتروح للجنيات اللي ربوها، وهناك بيعرفوها على حقيقتها وهي إنها أميرة، وإن ماليفيسنت هي اللي لعنتها. في الوقت ده بتتصدم أورورا جدا وبتروح تواجه ماليفيسنت، وبتزعل منها جدا وبتبعد عنها، وبتقرر إنها ترجع مملكة البشر من تاني. وفعلا أورورا بترجع للمملكة وبتروح عند باباها، وفي الوقت ده ستيفن بيحبسها علشان يحميها من اللعنة، ولكن للأسف اللعنة فعلا بتشتغل وأورورا بتدخل في النوم الأبدي. وفي اللحظة دي بتدخل ماليفيسنت معاها فليب على أمل إنه ينقذها بقبلة الحب، لكن لما بيبوسها ما بيحصلش حاجة خالص وبيفقدوا الأمل تماما. وفي الوقت ده ماليفيسنت بتقرب من أورورا وهي حزينة جدا وبتبوسها بحب حقيقي، وبتعتذر ليها إن هي كانت سبب في اللعنة دي. بس هنا كانت المفاجأة، أورورا بتصحى من النوم وبتتفك اللعنة من عليها، لأن الحب اللي بينها وبين ماليفيسنت كان حقيقي فعلا. وساعتها بتفرح جدا ماليفيسنت وبتاخد أورورا علشان يهربوا، بس الجنود في الوقت ده بيهاجموها وبيستخدموا الحديد ضدها، وماليفيسنت خلاص كانت على وشك انها هتموت، بس الغراب دياجو بينقذها. وفي نفس الوقت أورورا بتلاقي أجنحة ماليفيسنت وبتحررهم، ولما الأجنحة بترجع لماليفيسنت بترجع لها قوتها تاني وبتحارب الجنود كلهم وبتواجه ستيفن. وستيفن في الوقت ده بيحاول انه يقتلها، بس هي بتقدر تدافع عن نفسها وبتوقعه من مكان عالي وبيموت. وهنا بيخلص الفيلم بعد ما ماليفيسنت بتوحد المملكتين، مملكة الجنيات مع مملكة البشر، وكمان بتخلي أورورا ملكة عليهم كلهم وبيعيشوا في أمان وسلام. وعايزة أقولك بقى لو وصلت لحد هنا حلو قوي، اعمل لنا لايك واشتراك في القناة علشان اللي جاي أقوى بكتير. سلام.